خطية من شركة العربسات تخبرنا فيه بأنها قررت وقف بث قناة الميادين. السبب وقت ذاك هو أحد ضيوف القناة الذي شارك في أحد النشرات، وانتقد أداء القيادة السعودية على أدائها في حادثة منى. اعتبرت شركة العربسات أن موقف هذا الضيف يسيء إلى القيادة السعودية وإلى العاهل السعودي، وعليه فإنها قررت وقف هذا البث. نحن تعاطينا بكل هدوء وبلا انفعال، وكانت إجابتنا خطية إلى شركة عربسات عبر المستشار القانوني لقناة الميادين. أشرنا فيها بشكل أساسي بأن ما حصل هو أن ضيف هو الذي تحدث وأعرب عن موقفه ذاك. القناة لا تتحمل مسؤولية المواقف التي يبديها ضيوفها، أكان من هذا الخط أو ذاك الخط. أنت تعلمين جيدا بأننا شاشة مفتوحة لمختلف الآراء المتناقضة والمختلفة والمتباينة. هذا ينتقد تلك القيادة وذاك ينتقد هذه القيادة إلى غير ذلك، لكن هذا ليس سياسة القناة. بعد فترة تلقينا إخطارا أو ردا متجددا يفيد بأن هذه الإجابة غير مقنعة. طبعا نحن ندرك بأن هذا القرار يتجاوز شركة العربسات، وعلى هذا الأساس نحن نتعاطى مع الأمر بجدية. تقنيا نحن ليست لدينا مشكلة كبيرة في هذا الأمر، وشركة العربسات ومن وراءها يدركون جيدا هذه المسألة. ونحن عادة لا نتحدث في القضايا الداخلية لقناة الميادين، وهي ليست المرة الأولى منذ انطلاقة القناة التي نتعرض فيها إلى ضروب من الضغط، وحتى ضروب من الترهيب وحتى من التهديد. ولكننا في كل مرة كنا نلتزم الصمت والهدوء، لأن الهدف الأساسي هو أن تستمر شاشتنا في نقل الواقع كما هو للرأي العام العربي، سيما في هذه الظروف الطاحنة والمنقسمة بشكل كبير. لكن الإجراء الذي نعتبره تجاوز الخطوط الحمراء هو أن تطلب شركة العربسات من الحكومة اللبنانية وقف بث قناة الميادين من هنا. نحن نعتبر هذا الأمر تجاوزا لخط أحمر. يريدون إسكات قناة الميادين ويريدون الضغط على الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية ذات السيادة، وهذا يلحق ضررا بالغا ببقية القنوات اللبنانية. ولكن الأهم أنه انتهاك صارخ للحرية الإعلامية. نفهم أن شركة ما أو دولة ما تعترض على سياسة القناة الميادين أو بعض الأطراف، ولكننا لا نستطيع أن نفهم ولن نتفهم مطلقا ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي ضغط أو ترهيب أو تهديد أو إجراء يريد وقف قناة الميادين أو ينتهك ويعتدي على الحرية الإعلامية. هذا خط أحمر لقناة الميادين، ونحسب بأنه خط أحمر يتعلق ببقية القنوات وكل الإعلام أكان في لبنان أو خارج لبنان. وهي قضية ليست قضية قناة الميادين الآن ولا حتى قضية الإعلام اللبناني، هي قضية الإعلام العربي أينما كان. لأن السكوت عن هذه الإجراءات وهذه الممارسات وهذه الخطابات وهذه السياسات يعني بأن هويتنا وكينونتنا نحن كإعلاميين مهددة بالإلغاء والقتل. طيب أستاذ غسان، توضيح. هناك ضغوط سياسية على إدارة عربسات لوقف بث الميادين؟ نحن نرجح هذا الأمر، نعم. طيب سؤال آخر، الدولة اللبنانية ما كان ردها لإدارة القمر؟ حتى الآن الحكومة اللبنانية لم تستجب لطلب وقف بث قناة الميادين. وقرأنا نحن وفهمنا بأن شركة عربسات هددت بنقل موقع البث من لبنان للأردن. ربما تعتبر شركة عربسات ومن وراءها بأنهم في الأردن أو بعض البلدان العربية الأخرى سيكونون مطلقي اليد، لأنك تعلمين جيدا بأن لبنان هويته حرية الإعلام. ولا أعتقد شخصيا أن هناك من يستطيع أن يتحمل مسؤولية وقف أي قناة أو التعرض إلى أي قناة أو إسكات صوت إعلامي لأي كان، أكان في الحكومة أو في الطبقة السياسية اللبنانية. مع ذلك نحن كقناة ميادين نشير بإيجابية حتى هذه اللحظة إلى الموقف الرافض إذا صح التعبير للحكومة اللبنانية الاستجابة إلى هذا الضغط، وخصوصا بأن هذا الأمر يتجاوز كقناة الميادين كما قلت، لأن وقفنا يعني وقف بقية القنوات الموجودة هنا في لبنان. وهذا أمر مسيء، علما أن شركة العربسات تستطيع تقنيا أن توقف وتقفل أبواب قناة الميادين من دون إلحاق الضرر
ببقية القنوات، ومن دون حتى أن تكون مجبرة على الحديث المباشر الحكومة اللبنانية. طب هل هناك تفسير لهذا الإجراء؟ هل هناك تفسير لهذا نحن نعتبر هذا تفسيرنا لأنه ليس تفسيرا تقنيا كما قلت لك. تستطيع شركة العربسات أن تقفلنا بهذه الطريقة التقنية كما أقفلت هي شركة العربسات. نحن على قمرين أو ترددين. نحن الآن موقوفون منذ شهر تقريبا في منطقة أفريقيا والمغرب العربي وبعض المناطق الأخرى. تبقى منطقة الخليج ومنطقة المشرق العربي. حتى الآن نحن نشاهد عبر قمر العربسات لأن الانطلاق هنا من لبنان. الآن تستطيع شركة العربسات بسهولة تامة أن تقفل قناة الميادين تقنيا، ولكننا نرجح بأن هذا الطلب هو طلب سياسي من أجل الضغط على قناة الميادين، لأن هناك رغبة في وقف قناة الميادين بشكل كامل. نحن أود أن أؤكد لك الآن بشكل رسمي قناة الميادين لن تقف مكتوفة الأيدي. ما الذي وأؤكد لك لانا، أنا قلت قبل قليل أن على مدى هذه السنوات نحن تعرضنا إلى ضروب كثيرة من الضغط والترغيب وحتى التهديد، وتعاطينا معها بكل هدوء وبلا انفعال، ولم نتحدث مطلقا عن هذه المسألة، ليس فقط تفادي للاستعراض ولكن أيضا لأن لدينا رسالة. نحن الميادين نحن وسيلة إعلام في هذا الوضع العربي المنقسم والطاحن، ونحن نريد أن نخاطب الرأي العام. وكنا كان يمكن أن نجعل من كل قضية رأي عام كبيرة وحتى أن نعمل ببروباغندا وضجة، ولكن تجاوزنا هذه المسألة. أما وإن الأمر وصل إلى هذا الحد فنحن لن نقف مكتوفي الأيدي. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن نحن أصوات لن تسكت. أمامنا إمكانات تقنية يعرفونها جيدا بأن شركة الميادين لم تتوقف مطلقا. وأنا أعد الرأي العام العربي أينما كان في أفريقيا، في المشرق العربي، في أي مكان في العالم، أينما وجد مشاهد عربي يستطيع أن يلتقط قناة الميادين، هذا تقنيا نتحدث. أما من ناحية أخرى نحن سياستنا التحريرية لن تتغير، هي قائمة على التوازن وقائمة على الشفافية وقائمة على أن تحتضن وتستضيف مختلف الآراء. هذه الطريقة نحن الذي يريد أن يسيطر على الإعلام العربي ويضيق عليها ويسكت الأفواه نقول له بكل صراحة هذا الزمن قد ولى. نحن معنا عشرات الملايين من المشاهدين والمتضامنين. حتى الآن نحن تلقينا عشرات من الاتصالات من قادة سياسيين، قادة أحزاب، قادة إعلاميين. الآن كما ذكر الخبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، وصدقيني لم نبادر بأي اتصال، لم نبادر بإطلاق أي هاشتاج، لم نبادر بالعكس نحن في قناة الميادين كنا نريد أن نتعاطى بكل صمت حول هذه المسألة، لكن هذا التضامن هو الذي أطلقه الجمهور. الاتصالات تمت من قبل القادة السياسيين بدون أن نتصل بأحد، وأنا شاكر لكل من اتصل بنا طبعا. في المسألة التقنية، يعني الرد التقني، هناك بدائل، أنت تؤكد أن هناك بدائل موجودة لكي لا يوقف بث الميادين على أقمار أخرى يعني؟ نعم، نحن تم التشويش علينا بالمناسبة، ونحن نعلم الجهة التي شوشت على قناة الميادين. هي نفسها التي تطالب بوقف بعربسات؟ أكثر من جهة تم التشويش على قناة الميادين وتم الرغبة في إسكاتها بالكامل، ولكنهم يدركون جيدا بأننا صمدنا وصبرنا ونورنا تقنيا، وهم يدركون هذه المسألة بشكل جيد وهم يعلمون هذه القضايا. لذا هم يريدون الضغط السياسي الآن على بعض الأطراف من أجل تشويه قناة الميادين والضغط عليها. وأنا أكشف لك الآن أن هذه حملتهم هي الآن مستمرة، ليس فقط في المنطقة العربية ولكن أيضا في مناطق أخرى، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي. الآن الدماء التي تسير في المنطقة العربية تحتاج من يتحدث عنها بشفافية، وإذا هناك من تجاوز حدوده ويريد أن يتسلط على كل شيء نحن نقول له هناك أصوات في العالم العربي لا تستطيع أن تبقى هكذا مكتوفة الأيدي. هذا زمن قد ولى إلى غير رجعة. إذا أرادوا أن يغلقوا قناة الميادين ف20 قناة الميادين و100 قناة ميادين يمكن أن تطلع الفضاء فورا. أستاذ غسان، لن تسكت الميادين، هذا مفهوم. الإجراءات التي ستتخذونها غير الإجراءات التقنية، يعني على المستوى الإعلامي، على مستوى التحرك، ما الذي ستفعل به؟ ما الذي ستفعله الميادين؟ نحن لسنا ميليشيا، لا ميليشيا مسلحة ولا ميليشيا إرهابية، ولسنا دولة تمتلك ميليشيات. هناك اتصال مع الدولة اللبنانية مثلا، لأنها هي أيضا تتعرض لضغوط، يعني هل هناك تواصل مثلا مع وزارة الاتصالات أو وزارة الإعلام؟ يعني لا أدري إذا كان هذا الخبر هو حديث بالنسبة للاتصالات، ونحن لا نريد أن نحرج الدولة اللبنانية ولا الحكومة اللبنانية في أي أمر. نحن نقول هذه معركة رأي عام، معركة حرية إعلامية في لبنان وفي غير لبنان. بل قلت لك المسألة الآن تتجاوز قناة الميادين وحتى الإعلام اللبناني، إنها تتعلق بالإعلام العربي. من يريد الآن أن يتسلط على حرية الإعلام العربي فينبغي أن يقال له هذا ليس من حقك.
تستطيع الآن أن تفتح 1000 قناة ومليون صحيفة، وتستطيع أن تجير مئات من الأقلام التي تنتقد ذاك وتشتم ذاك هذا كما تشاء. ولكن في الساحة العربية هناك مساحات لنا ولغيرنا من أجل أن نتحدث. وأعود وأقول نحن حتى هذه اللحظة متمسكون بالخطاب العقلاني والخطاب الهادئ، ثقي بأن سياستنا لن تتغير، سياستنا القائمة على التوازن وعلى الهدوء وعلى فتح الشاشة لمختلف الآراء كلها. نحن المعارضة السورية تتحدث، الجيش الحر يتحدث، الشخصيات السعودية تتحدث، خليجية تتحدث، من كل الأطراف تتحدث من دون أي تحفظ. إن كان هناك من ضيف انتقد قيادة دولة ما فعليهم أن يدركوا أنه كل يوم تنتقد قيادات وأطراف من المحور الآخر ولا أحد يتحدث في هذه النقطة. سيكون لديك مؤتمر صحفي أستاذ غسان. غدا الجمعة سأعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 1:30 بتوقيت بيروت والقدس الشريف، وقناة الميادين ستنقلها على الهواء مباشرة، لأن كما قلت المسألة لم تعد تتعلق بقناة الميادين ولكن بحرية الإعلام. وأمام الاتصالات التي حصلت من قادة سياسيين ومن بعض الزملاء الإعلاميين المشكورين جميعا، تحب أن تسمي يعني لا أدري من اتصل مثلا أو متضامنين أو الجهات؟ عدد كبير من الذين اتصلوا، من وزراء، من مسؤولين. ربما قبل أن أدخل الاستوديو اتصل عماد ميشيل عون زعيم التيار الوطني الحر، اتصل أيضا الأمير طلال الأرسلان وعدد آخر. أخشى أن أدخل في الأسماء فأسوى عن أسماء أخرى، فأنا شاكر لهم جميعا بدون استثناء. ولكن كما قلت أنا أدعو الرأي العام العربي وليس فقط اللبناني وليس فقط من محبي الميادين، أدعو الرأي العام العربي أن ينتبه إلى أن معركة الحريات الإعلامية هي معركة وجوده. القضية لا تتعلق فقط بقناة الميادين، لأن المسألة ليست تقنية، هي مسألة هوية بكل ما لكلمة من معنى. نعم، شكرا لك أستاذ غسان بن جدو رئيس مجلس إدارة الميادين.